سطيف تجدد العهد مع الانتصار. فرحة عارمة رأسا بعد الصافرة النهائية للسيد حيمودي، بعدما كانت مدينة سطيف مدينة أشباح تتحول إلى مدينة أفراح طيلة 90 دقيقة المثيرة. الكل كان السكون كان يخيم على هذه المدينة. وبعد الصافرة النهائية تشاهدون سيداتي وسادتي على المباشر هذه الصور الحية، هذه الأفراح التي تقام هنا بمدينة سطيف. إذن عودة الكاس، عودة المدللة، عودة السيدة إلى مدينة سطيف بعد غياب 20 سنة بالكمال والتمام. وستقام الأفراح من اليوم إلى أسابيع، الأفراح والليالي الملاح التي تعودنا عليها في التتويجات السابقة. لكن فرحة هذه الكاس لديها طابع خاص وخاص جدا، خاصة إذا علمنا أن سكان هذه المدينة يفضلون ويعشقون هذه الكاس على باقي الألقاب الأخرى. عبد العزيز، هذه هي الصور الأولى إذن من مدينة سطيف العالي. درجي لسطيف اللي ما راحش تنام اليوم، يعني الليلة ستكون بيضاء في سطيف وكذلك في كل المدن المجاورة للمدينة. هو يعني قبل ما نقول لك كيفاش راح تكون الافراح هو راح تنطلق من الجزائر العاصمه. نعم. ان شاء الله يوصلوا بخير برك ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نطلبه كذا من كل الانصار. الفوج اللي جا من سطيف قد ما يوصل قد ما هو اللي يدير الافراح ان شاء الله. ان شاء الله اذا رايحه تكون مده 24 ساعه وهي تمشي وتدور ان شاء الله. اللي يلحق واول نقطه للكاس في سطيف هي عين فوار بدون شك. هي تبدا من عين فوار، الدخله تاع العاصمه الجهه الغربيه تبدا من عين فوار. فألف مبروك لفريق وفاق سطيف الذي يلتحق إذن باتحاد الجزائر في عدد التتويجات بكأس الجمهورية. وهذه الصور سيدتي سادتي تأتيكم على المباشر من مدينة سطيف، وفرحة أنصار نسور الهضاب بهذا التتويج السابع بكأس الجمهورية بعد الفوز كما تابعنا على المباشر قبل قليل بنتيجة 3-0 أمام شباب باتنا. فالأفراح إذن ستكون كبيرة اليوم بمدينة سيدي الخير التي تعودت على تتويجات فريق وفاق سطيف في مختلف الألقاب والكؤوس كذلك. وندعوكم مع هذه الصور. هذا الذكاء